السلام عليكم. صراع العروش يوم السبت، من ينتصر وكيف ينتصر؟ أهلا وسهلا بكم من جديد. مبدئيا جمهور الاتحاد منتشي ومتفائل جدا بعد الفوز على الوحدة بنتيجة 7-1، ويردد مثل كل مرة هاتوا الهلالي. لكن أحب أقول لك هناك فرق كبير بين الهلال والوحدة، فرق في الجودة، فرق في طريقة اللعب، فرق في الفكر، فرق في الأسماء المحلية والأجنبية، فرق في السيطرة والهيمنة، فرق في الاستمرارية، فرق حتى في الشخصية، وهذا يعتبر أهم شيء. لذلك أتوقع بداية اللقاء الهلال راح يدخل ويضغط بقوة ويسجل من بدري عشان يكسر ثقة الاتحاد، لأن كلما مر الوقت والاتحاد متعادل في النتيجة راح يكسب ثقة أكبر. لذلك أتوقع تشكيلة الهلال ينزل بطريقة المعروفة على الورق اللي هو 4-2-3-1. طبعا في حراسة المرمى بونو، على الورق كظهير أيمن كانسيلو، قلوب الدفاع كولوبالي والبليهي، كظهير أيسر اللي هو ياسر الشهراني. في خط المحور روبن نيفيز وبجانبه سافيتش، وأمامهم اللي هو اللاعب الصغير ليوناردو. على اليمين أو جناح أيمن اللي هو مالكوم، جناح أيسر سالم الدوسري، في قلب الهجوم متروفيتش. هذا شكل الهلال في الوضعية الدفاعية والكورة ليست بحوزته. أما في الوضعية الهجومية أنا متأكد راح تشوف تحول غريب، بمعنى راح تجد إنه كانسيلو ينطلق إلى الأمام يصبح كأنه جناح، وفي بعض الأحيان ياسر الشهراني أيضا راح ينطلق وكأنه جناح. راح تجد روبن نيفيز هو دائما اللي يستلم الكورة في العمق، وكولوبالي والبليهي هم من يفتحون اللعب ويصبح الثلاثي هذول. سافيتش راح يتحول إلى مركز 10، خاصة إذا الهلال بدأ الضغط بهذه الآلية في التقدم الدفاعي. سافيتش راح يتحول إلى مركز 10 في الجهة اليسرى، لأن قوة سافيتش لما يجي يدخل على العمق، وهنا حيصبح ليوناردو، وهذا المركز سابقا كان هو مركز مالكوم. طبعا هنا حنجد طبيعي مالكوم إما إنه يدخل في العمق وكانسيلو هو اللي حيسوي الأوفرلاب، وإما إنه هو حيروح كطرف ونحن نشوف كانسيلو أيضا مميز في الأندرلاب. في الجهة الثانية سالم الدوسري وياسر الشهراني حيكونوا أقل خطورة من الجهة اليمنى، فبالتالي قد تجد في بعض الأحيان ياسر الشهراني هو من يبقى في الخلف بجانب كولوبالي وروبن نيفيز، وسوف تجد في بعض الأحيان البليهي هو اللي يضغط ويفتك الكور. أحيانا بتجد الآلية هذه، وأحيانا تجد أنه ياسر الشهراني إذا طلع البليهي يبقى في هذه المنطقة. هذا هو أسلوب الهلال. الهلال راح يحاول يسرع الرتم ويحب يلعب برتم سريع، لأنه يملك لعيبة مهاريين وسريعين، إضافة أنه الهلال ممتاز جدا لياقيا وما عنده مشكلة يضغط في كل مربعات الملعب ويظل طوال 90 دقيقة، ما عنده مشكلة يقعد طالع نازل طالع نازل. ولاحظوا الكورة لما تيجي الهلال ما عنده مشكلة يرسلها للأمام، تنقطع الكرة يرجع ثاني مرة يستلمها الهلال، يرجع يرسلها ثاني مرة للأمام. هذا أسلوب جيسوس المعروف اللي هو نظام الضغط العالي. حتى لو الكرة ما وصلت لنفس اللاعب الهلالي من أول مرة راح توصل للخصم، بالتالي يتم قطعها من الخصم، بالتالي ترجع ثاني للهلال. وهذا اللي قاعد يشكله الهلال مع جيسوس. في المقابل الاتحاد إذا كان يبحث عن الفوز لابد يهدي الرتم ويقتل اللعب بالهدوء وعدم الاستعجال، ويلعب بطريقة المدرب البلان اللي هو 4-2-3-1. في حراسة المرمى راجكوفيتش، ظهير أيمن اللي هو الشنقيطي وليس الصقور، لأن الصقور ضعيف دفاعيا. قلوب الدفاع سعد الموسى بجانبه بيريرا، الظهير الأيسر حسن كادش، في خط المحور اللي هو كانتي وفابينيو، أمامهم حسام عوار، جناح أيمن ديابي، جناح أيسر بروغوين، قلب الهجوم بنزيما. الاتحاد عشان يهدي الرتم لازم يلعب ميديوم بلوك، بمعنى لابد الاتحاد أن يتكتل ويضغط في ملعبه
في هذه الآلية، يعني ما يضغط في ملعب الهلال. طبيعي الهلال راح تجده يلعب بهذه الآلية زي ما قلنا، كانسيلو راح يتقدم، هنا ياسر الشهراني، أحيانا ياسر الشهراني راح يرجع زي ما قلنا، والبليهي أحيانا هو اللي حيضغط. هذا طبيعي اللي حتشوفه من الهلال. لكن على الاتحاد إنه يقفل المناطق الخلفية عنده وما يضغط الهلال في ملعب الهلال عشان ما توسع المساحات للهلال اللي جدا مميز في الاختراقات ومميز أيضا في الأوفرات. بهذه الآلية الاتحاد إذا أغلق هذه المراكز على الهلال وكان دفاعه متيقظ ومركز، خاصة أنا أطالب بالشنقيطي كظهير أيمن لأنه هو أقوى دفاعيا، أقوى من الصقور بكثير. ولا ننسى لأنه الصقور لو طلع أوكي ودفاع الاتحاد حيتحول ثلاثي بهذه الآلية، هنا حتجد مالكوم وحتجد كانسيلو وهنا حتجد سالم الدوسري. هذا راح يأثر في دفاع الاتحاد. لذلك زي ما قلنا أنا أفضل في الظهير الأيمن اللي هو الشنقيطي، والاتحاد يلعب بهذه الآلية بحيث إذا حسن كادش اتجه للظهير الأيسر عشان يغلق على مالكوم، دفاع الاتحاد يتحول بهذه الآلية والشنقيطي يملك المقدرة على يعني إغلاق المناطق الخلفية. أيضا نقطة جدا مهمة، الاتحاد قدر المستطاع يحاول ما يفقد الكرة بسرعة ولا يستعجل في الهجمة، بمعنى يمرر مرة واثنين وثلاثة ويطلع الفريق مع بعض. إذا الاتحاد يبغى يهجم يطلع الفريق كامل مع بعض ويفعل التحولات الهجومية وقت إيجاد الثغرة المناسبة، خاصة أنه يملك أجنحة سريعين يعني مثل ديابي وبروغوين. تعرفوا متى الثغرة المناسبة؟ هي نقطة ضعف الهلال لما يلعب بدفاع متقدم. نحن حنشوف الهلال يلعب بدفاع متقدم، فهذه هي نقطة ضعف الهلال. وخاصة اللي يتابع كانسيلو حتى العام الماضي مع برشلونة يعرف انه كظهير ايمن في كثير من المرات يترك مساحات خلفه، ينسى انه هو ظهير ايمن ويترك مساحات خلفه. اذا استغلها الاتحاد بشكل صحيح راح يسجل. وأهم نقطة عشان تلغي خطورة الهلال، وهذه نقطة لابد يركز عليها مدرب الاتحاد بلان ويعطي أدوار تكتيكية لبنزيما وعوار أو حسام عوار يراقبون روبن نيفيز ويمنعوه من البناء. بمعنى روبن نيفيز إذا تقدم لابد حسام عوار يكون مسوي رقابة لصيقة معه، وإذا رجع حاول يبني من الخلف، وهذا حنشوفه لما روبن نيفيز ينضغط في الأمام يحاول يبني الكور من الخلف، لابد بنزيما هو اللي يضغط معاه ويسوي معاه مراقبة لصيقة. لابد يصير في تداور بين بنزيما وبين حسام عوار في مسألة عدم إعطاء روبن نيفيز القدرة على البناء. بالتالي عملية البناء راح تكون طبيعي من كولوبالي أو البليهي، فجودة البناء هنا إيش حيصير؟ راح تقل، لأن خيارات التمرير وتحديدا عند البليهي ضعيفة جدا، عكس لما تكون خيارات التمرير عند اللي هو روبن نيفيز. أنا لما أقول إيش يعني خيارات التمرير عشان بس نفصل الموضوع، كيف يعني خيارات التمرير؟ يعني في نقطة البلاي لما يستلم الكرة قد يمرر الكرة بشكل صحيح، أنا ما عندي مشكلة، بس في عنده خيار أفضل. يعني مثلا إذا مالكم فتح في هذه الجهة، بدل ما هو يمرر الكرة لياسر الشهراني أو يمرر الكرة لسافيتش، يقدر يلعبها لمالكم. لكن ما عنده البلاي هذه النظرة. حتى كولوبالي صحيح يظل أفضل من البلاي في النقطة هذه، لكن ما عنده النظرة اللي عند روبن نيفيز. روبن نيفيز لاعب إمكانياته جدا عالية، خيارات التمرير دائما عنده دقيقة. يعني إذا شاف إنه الكرة الأفضل إنها تروح لمالكم، طبيعي راح يلعبها لمالكم. عموما زي ما ذكرنا إنه نقطة ضعف الهلال اللي هو الدفاع المتقدم، هذه هي نقطة ضعف الهلال. فنقطة ضعف الاتحاد هو خط الدفاع بالكامل، خاصة إن بيريرا اللي يعتبر المفروض هو القائد الفعلي لخط الدفاع، أنا أشوفه نوعا ما ثقيل. وهو في الأصل يعني اللي يتابع مسيرة اللاعب يعرف أنه هذا اللاعب كان أصلا لاعب محور، وفي تقريبا آخر 2 أو 3 سنوات تقريبا تحول إلى مدافع. وسبب تحوله يعني مش عشان هو مبدع كمدافع، كان في زخم في مركز المحور، وكان بيريرا ما بيشارك كثير كمركز المحور، وكان في نقص في مركز قلب الدفاع، فلذلك تحول بيريرا إلى مركز قلب الدفاع. علما نقطة مهمة، ان انت لما تكون لاعب قلب دفاع وتتحول الى محور تجد صعوبة في ذلك، لكن العكس تكون في سهولة نوعا ما. يعني لو انت لاعب محور ورجعت كقلب دفاع بالنسبة لك اسهل، لانه المحور
أدواره أصعب من قلب الدفاع. لكن بيريرا إذا ما كان مركز دفاع الاتحاد سهل إنه ينضرب. قد يأتي شخص ويقول ليش تبغى الاتحاد يهدي الرتم وهو عنده لعيبة سريعين مثل ديابي وبروغوين؟ أولا لأن الاتحاد لا يملك لاعب محور أو مدافع مميز في بناء الكور الطويلة تحديدا. يعني مثلا لاعب مثل روبن نيفيز يرسل كور طويلة بشكل جدا مميز. كلنا نعرف كانتي أو فابينو مميزين في الافتكاك، مميزين في الالتحامات، لكن مسألة الكور الطويلة وإرسال الكور الطويلة جدا عاديين أو أقل من عادي. ثانيا أنت لما تبني الهجمة بشكل بطيء وبرتم بطيء أنت تكسر اللي يبغاه الهلال زي ما قلنا يحب اللعب السريع ولصالحه دائما اللعب السريع. فأنت لما تكسر الرتم بشكل بطيء ويطلع الفريق مع بعض، تخيلوا الاتحاد لما يجي يطلع كده مع بعض المراكز حتكون متقاربة من بعض، فلو صار في خطأ في التمرير وصار في افتكاك من لعيبة الهلال، مسألة إنه الهلال يوصل لمرماك بسرعة صعبة. ليش؟ لأنه لعيبتك تقريبا كل واحد في خانته، كل واحد في مركزه، كل واحد مغطي مركزه. لكن لما يكون عندك الرتم سريع وانت قاعد تجاري الهلال حيكون في عشوائية في لعيبتك، كل واحد في جهة، فبالتالي لما تنقطع الكرة الخطوط حتكون متباعدة، فبالتالي من السهل انه الهلال يخترق. وحتى لو ما اخترق فلنفترض دفاع الاتحاد بهذه الآلية غير مرتب، يعني في واحد متقدم مثلا الشنقيطي او كادش، على ما يترتب نجد انه كانسيلو سريع الاختراق راح يخترق. كانسيلو لو رفع اوفر نحن نعرف ومتأكدين من هذا الشيء إنه متروفيتش دائما يتمركز بشكل صحيح. يعني أنا أتوقع لو كان في خط الدفاع هؤلاء الثلاثة وهم غير مرتبين، أنا أقصد بيريرا وسعد الموسى وحسن كادش، تأكد 100% سافيتش ومتروفيتش واحد منهم راح يستلم الكورة، وتحديدا متروفيتش اللي يعتبر مميز ويعرف فين يوقف، ودائما يوقف خلف آخر مدافع عشان يسجل. هذه النقاط صعب اللاعب يركز عليها بنسبة 100%، واللعب سريع. على فكرة هذا الأسلوب ماتياس ياسلي طبقه أمام الهلال لو كنتوا فاكرين، وتحديدا العام الماضي في الدور الثاني كان يستدرج الهلال في مراكز في مناطق الأهلي من خلال تدوير الكرة بين مندي وبين اللعيبة، ومن ثم يلعب كرة طويلة لأنه كان متواجد اللي هو ماكسيمان، كان ينطلق ويعرف انه دفاع الهلال دفاع متقدم فينطلق ماكسيمان ويشكل خطورة على مرمى الهلال. ختاما أنا متأكد أننا سوف نشاهد كلاسيكو مختلف عن الموسم الماضي، لكن بكل أمانة توقع النتيجة بكل أمانة بيكون جدا صعب، لأن في جزئيات بسيطة قد تؤثر في سير المباراة، مثل عامل الحظ والتوفيق والإصابات والتحكيم، وأيضا الحضور الذهني والتركيز من اللعيبة. عموما اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، مين تتوقع يفوز وكم تتوقع النتيجة، ولا تنسى انه هذا صراع الصدارة. واهم نقطة تنزل الآن تضغط لايك وتشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، وتنشر الحلقة. كنت معاكم وسام العز، في أمان الله.